السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ رمضان كريم عليكم وربنا يتقبل يا رب منا ومنكم صالح الأعمال. فيديو النهاردة هنعمل فيه أباجورة من جذع شجرة. جذع الشجرة ده أنا كنت ماشي في الورشة بالصدفة ولقيته عندي، وكنت شاريه من حوالي 3 سنين. ولما شفته جات لي فكرة، وأنا بصراحة الفكرة نفسها شفتها في فيديو أجنبي بس عملتها على طريقتي الخاصة. جبت جذع الشجرة وفرغته وقمت جاي أعمل فيه فريز عشان يسقط فيه ليد بروفايل. ده كان جذع الشجرة شكله كده، والجزء اللي تحت اللي طلع ده أنا عملته للقعدة. وبعد ما عملته للقعدة اكتشفت إن الترانس اللي هيركب للليد البروفايل أعلى من سمك القعدة، فجبت قطعتين خشب سويدي ودمجتهم في بعض، وهعملها كده بشكل بوهيمي عشان خاطر تدينا شكل يمشي مع اللخبطة اللي احنا عاملينها. ميلت السلاح بتاع منشار الأركت وابتديت أقصقصها كده بشكل عشوائي، مفيش أي شكل معين والله، يعني أنا عملتها كده بشكل عشوائي من الألف للياء. بعد كده خدتها على الصاروخ بصنفرة 60 وابتديت إن أنا أظبط الشكل العشوائي اللي أنا عملته لشكل عشوائي منظم وشكله ناعم. رسمت مكان الترانس وابتديت إن أنا أفرز له ببنطة المفصلة عشان تنجز معايا. حطيت البنطة في الشنيور الكبير عشان تديني عزم أقوى من الشنيور البطارية، وابتديت أعمل خرام عشوائية، وبعد كده بالراوتر قمت جاي مظبط الخرام دي، وظبطت مكان الكوايل اللي هيثبت الحلقة اللي فوق اللي هيكون مضيئة في القعدة. عملتها بكوايل 8 مللي وثبتها بغيرة. وطبعا النصيحة دي جات لي من حد إن هو قال لي لازم تعملها بغيرة، لأن جذع الشجرة كان مزلط، أو بمعنى أصح كان ناشف جدا، ولو كان اتربط فيه مسامير كان ممكن يتشرخ ويبوظ. فكان هو صاحب فكرة إن أنا أعملها بالكوايل وغيرها وخلص على كده. هبدأ أخرم بقى مكان الكوايل ومكان للسلك كمان عشان يعدي منه السلك، وهحط الغيرة والزقهم في بعض. ولو وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى الفيديو عجبك، متنساش بقى تدعمنا بلايك وتقولي رأيك في كومنت لأن رأيك يهمني. ولو حضرتك أول مرة تشوفني على يوتيوب ما تنساش بقى تشترك في القناة وتشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بعد كده هبدأ أصبغ القاعدة من نفس الصبغة اللي أنا صبغت منها جذع الشجرة. هصبغها الأول كده بقطعة قماش، وبعد كده هجيب الفرشة بقى عشان نبدأ ندخل الصبغة في الأماكن الضيقة. طبعا فكرة اللون أنا حبيت أعملها غامقة عشان الإضاءة تكون واضحة لما تيجي تنور. وبعد ما عملت الصبغة في الأماكن الضيقة هبدأ أدهنها سيلر، وهعيد وش الصبغة على الحلقة اللي فوق من تاني برضو، وبعد كده همسحها بقطعة قماش عشان اللون يتظبط. طبعا الفكرة مش محتكرة على جذع الشجرة فقط، انت عايز تعملها بقى بخشب طبيعي، عايز تعملها بخشب NDF، زي ما تحب تعملها اعملها. انا بس وريتك الفكرة وانت انطلق وورينا ابداعك. كل الفكرة ان انا كان عندي جذع شجرة وحبيت اعمل فيه فكرة، لان الفكرة لما شفتها كانت معمولة على جذع شجرة بس كان شكله عشوائي اكتر من كده. هنبدأ نلزق الليد البروفايل في المجرة اللي انا عملتها، وهو الليد البروفايل احيانا بيكون من الظهر بتاعه دبل فيس. بعد كده هنبدأ نظبط التوصيلات بتاعتنا في الترانس. وانا هنا اشتريت فيشة بكمثرى، يعني فيشة بيبقى معاها كمثرى بتنور يعني جاهزة، بدل ما انت تجيب كمثرى لوحدها وسلك لوحدها وفيشة لوحدها وتبدأ توصلهم في بعض. لا، هي انا جبتها كانت عاملة حوالي 20 جنيه وشكلها جميل جدا، بس هي مشكلتها ان هي قصيرة شوية، يعني حوالي متر او نص متر حاجة كده. هثبت الترانس في القاعدة من تحت بمسمار كده صغير، وبعد كده بقى هنبدأ نحط الفيشة ونسمي الله ونشوف ايه الإضاءة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى تكون استفدتم، وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ونتقابل إن شاء الله في الفيديوهات الجاية على خير. سلام.